الادراك ده بقى بيحصل ازاي؟ الادراك ده العمليه بتبدا من الاول خالص. خلينا نبدا الحكايه من الاول خالص. نبدا الحكايه من الأول. مع اول صدمه ممكن البني ادم يتعرض لها. اصلا كلمه صدمه كلمه في الوعي الجمعي مش مفهومه صح. الناس فاهمه ان الصدمه دي لازم يكون حدث جلل، لازم يكون حدث كبير. هي الصدمه كل ما يخالف التوقع. هي الحاجه اللي انا دلوقتي حالا يعني انا مش قابله انها تكون موجوده، دي اسمها صدمه ايا كانت هي ايه. ايجابيه او سلبيه. على فكره ممكن حد يتصدم صدمه ايجابيه، مفيش مشكله، يبقى متوقع انه هيسقط وينجح، فدي لا صدمه. استني بقى، لا نفهم يعني ايه صدمه ايجابيه بقى، انت كده عايزه ايوه ممكن توضيح. يبقى حد متوقع، شخص يعني طالب سقط، راح بابا جايب له تليفون هديه، هي دي مش اوكي. صدمه؟ عملت له نمط فكري على فكره، ايه هتعمل له نمط نمط زي فكري. ايه؟ ما هي بقى احنا بدأنا بالصدمه. اوكي. الصدمه خلقت شعور، الشعور ده سبب نوع من انواع الالم النفسي. ايا كان ايه هو الالم. في الم نفسي العقل شغلانته انه يحميني اني احس بالالم النفسي ده تاني. هي دي شغلته، هو ربنا خلقه علشان يحميني اني احس بالالم، مش اني يمنعني اني احس بالالم. في فرق كبير قوي. هو ما اوكي. بيمنعش عندي الالم، هو بيمنع عني اني احس بالالم. يعني بيودي مثلا نفترض مثلا اتخبطت، هو العقل بيودي نوع من المسكن للخبطه دي عشان الخبطه دي تتسكن، بس هو مش بيشافيها. يعني تخدير، هو تخدير. العقل نظام تخديري اكتر ما منه معالج بالظبط. للمشكله. فهو لما بيمنع عني الالم بيقرر يعمل حجاب، اللي هي النضاره الفكريه اللي ابدا اشوف من وراها الامور. يحط الالم النفسي ورا والحجاب قدام، وابدا بقى الحجاب ده يلتصق بيا واشوف الامور كلها من خلاله. زي الطالب اللي احنا ادينا مثال دلوقتي، خلينا نتكلم عن الصدمه الايجابيه. طالب سقط، راح باباه جايب له تليفون، هو متصور ان هو كده بيحفزه، بيعوضه، بيديله ايجابيه باي شكل من الاشكال، ايا كانت نيه الاب ايه. بس جاب له تليفون وهو ساقط، اتخلق عنده الصدمه انه سقط، وانه كان متوقع رد فعل، لا رد فعل مختلف عنه. الحجاب اللي اتحط هو حجاب الرسائل المتضاربه. انا لما هسقط هيجي لي تليفون، هو العقل مش هيقول له الكلام ده، هو هيحط حجاب الرسائل المتضاربه. فاذا فشل في حياته اكيد هيجي له حاجه كويسه، اللي هو بالظبط الواحد لو استحمل لا العذاب او التعب. مش هيتضايق من الفشل، لا ده حجاب معيق مش ايجابي. ده حجاب معيق، هو مش هيشوف الفشل، هيبقى فاشل وبينكره طول الوقت. هو فاشل، اللي هو بقى اللي احنا بنتكلم عنه الرضا الزائف، اللي هو يعمل نفسه اللي هو راضي رضا زائف. انا راضي، انا قابل. الرضا من غير ما بيطور من نفسه هو مش هيشوف انه فاشل اصلا. هو الرضا الزائف ده الحقيقه الواحد اكتشف انه من اكبر المعيقات اللي بتخلي القلب اصلا مش عايش. ما هو زائف ليه حبيبتي؟ عشان جاي من ورا الحجاب. الرضا من هنا مش من هنا، من العقل. من العقل، من ورا الحجاب. هو حاطط عدم الرضا ورا الحجاب اللي هي النضاره الفكريه، اللي هو النمط الفكري، حطه ورا ومطلع لي صوره عكسيه ليها، اللي هو بيحاول يثبت لي طول الوقت عشان ما اتحركش من مكاني، عشان الحركه فيها الم نفسي او فيها احتماليه الالم النفسي.